لما الواحد يبقى متخاصم مع فلان وعلان وكرامته ناقحه عليه قوي، ويقول لك مستحيل اكلم فلان، مستحيل اتنازل عن كرامتي، ومستحيل ومستحيل، يبقى نفسه يأذي الشخص ده بأي طريقة. يقول لك لا، الشخص ده أذاني، الشخص ده عمل وسوى فيا، أنا لازم أنتقم منه، أنا لازم وأنا لازم. والله العظيم أول ما المرض يزوره، أو لا قدر الله الشخص يتعب ويحس إنه خلاص قرب من ربنا، لأن التجربة الصعبة بتقربك من ربنا. التجربة الصعبة بتقربك من ربنا. أول ما تحس إن أنت تعبت أو عييت، بترخص الدنيا في عينك، واللي كنت شايفه كبير بتلاقيه صغير، واللي أنت كنت شايفه إن أنت بتعمله عادي جدا، وإنه مش محتاج، وإنه ده الطبيعي. أنا بقوم وأصحى الشغل وأصحى الصبح وأروح الشغل وأعمل ده وأسوي ده. أنت شايف إن ده طبيعي. الطبيعي ده في ناس كتير قوي محرومة منه، في ناس كتير قوي ما بتقدرش تعمله. والله بجد عن تجربة فعلا. بتبقى زعلان ومتخاصم ومتضايق وحزين وتهدد وتوعد للشخص الفلاني وي وي وي. وأول بس ما تحاول أو ما تحس إنك تعبان، أو إنك صحتك ديت ممكن تروح منك في لحظة، بترخص الدنيا في عينك، وتحس إنك كل حاجة كنت بتتكلم فيها قبل كده رخيصة وملهاش أي 30 معنى. يا ريت ربنا يديم علينا الصحة والعافية كلنا يا رب. والدنيا مش مستاهلة بجد، والله الدنيا مش مستاهلة.